5 حاجات مهم انك تكون عارفهم قبل رمضان. الحاجات دي زي المفطرات اللي عليها اجماع، مفطرات عليها خلاف، اسئله كده منتشره مهم انك تكون عارف اجاباتها، وايه فضل انك تصوم رمضان اصلا. فمن غير ما نطول في المقدمات يلا نبدا. رقم 1، المفطرات اللي عليها اجماع، يعني كل العلماء اتفقوا ان الحاجات دي بتفطر. الاكل والشرب في نهار رمضان عمدا، القيء عمدا، وركز معايا في كلمه عمدا دي عشان مهمه جدا، انزال المني قصدا حال اليقظه في نهار رمضان ده كبيره بالاجماع. والعزم على الفطر ان هو خلاص قرر ان هو هيفطر، ان شاء الله حتى روح وما لاقيش اكل في البيت، هو خلاص طالما قرر ان هو يكون فطر هو كده فطر. وبالنسبه للمراه نزول دم الحيض والنفاس، حتى لو قبل المغرب بربع ساعه تفطري، حتى لو قبل المغرب بربع ساعه. حرام انك تصومي، عارف حرام، تاخدي ذنب لو صمتي. طب انا اخواتي كبار وبيفهموا، مش لازم تفطري وتاكلي قدامهم، ممكن تفطري وما تاكليش قدامهم عادي. رقم 2، مفطرات عليها خلاف، يعني في ناس قالت تفطر، ناس قالت ما تفطرش، بس ان شاء الله اجيب لك الصحيح واليسير باذن الله، واحط لك المصادر في الكومنتات وخد بصه كده على الادله. مفطرات زي التردد في النيه، يا تفطر يا ما تفطرش، عمال يشاور نفسه كده افطر ما افطرش. هل التردد في النيه ده يفطر؟ لا ما يفطرش. الكريم على الجسم او القطره، هل الحاجه دي بتفطر؟ لا ما تفطرش. الحقن بكل انواعها ما بتفطرش. الحقن والمحاليل بالذات فيها شويه تفصيل كده، فهحط لك لينك خاص بيها لوحدها كده في الكومنتات وبروح بص عليه لو يهمك الامر يعني. الحجامه ما بتفطرش. هل الشخص اللي عمل حجامه ده يقدر ان هو يصوم بعد ما يعملها؟ يقدر ان هو يصوم يعني براحته، عاوز يعملها مش عاوز يعملها، ما يقدرش ان هو يصوم يبقى بلاش. رقم 3، شويه اسئله كده مشهوره باجابتها. هل لو حد اتخبط مثلا وسنته اتعورت وجاب الدم وهو بقى جاب مناديل وقعد يتمضمض وبرضه بلع حاجه غصبا عنه، هل الحاجه دي تفطره؟ لا ما تفطروش. بلع حاجه غصبا عنه وما جعل عليكم في الدين من حرج. الدم بلعه بيفطر، بس هو عمل كل اللي عليه وبلع حاجه غصبا عنه وما جعل عليكم في الدين من حرج. ينفع لو واحده بتطبخ تدوق الاكل بطرف لسانها كده؟ ايوه ينفع، بس ما تبلعوش، يعني مش تتغدي وتقولي انا بدوق الاكل، طرف لسانك كده تعرفي منه ان هو حلو هادئ، طرف لسانك بس ما تبلعيش الاكل. سؤال مهم جدا وفي ناس بتتكسف ان هي تسال فيه، هل لو واحد مثلا كان بالليل جنوب ونام من غير ما يغتسل وصحي الصبح، هل هو كده صايم ولا فاطر؟ صايم واغتسل وكمل صيامك عادي. نمت صحيت لقيت في هدومك مثلا اثر مني، هل كده انت فاطر ولا صايم؟ صايم واغتسل وكمل صيامك عادي. رقم 4، الاغاني والمسلسلات في نهار رمضان. واحد صايم وما بيصليش، هل ده صيامه صحيح؟ محدش يقدر يقول انت صيامك مش صحيح، يعني الحاجات دي مش من المفطرات. بس النبي صلى الله عليه وسلم ليه حديث مخيف، يعني بيقول فيه رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. واحد صايم هو بس مبطل اكل وشرب وبيعمل كل حاجه ثانيه. الله عز وجل بيقول والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. الله عز وجل عاوز يتوب عليك. الله عز وجل عمل لك شهر في السنه كده ما فيش فيه شياطين خالص، الجو العام مهيئ ان انت تعبد ربنا، يعني اذا ما كانش رمضان، يعني هترجع لربنا امتى؟ هتحسن صلاتك امتى؟ في ذنب معين نفسك ان انت تبطله، هتبطله امتى؟ اذا ما كانش رمضان هيكون امتى؟ رقم 5، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اعد لك احاديث كتير في فضل صيام رمضان. انا مش بقول لك الكلام ده عشان تصوم رمضان، انا عارف انك هتصوم رمضان، بس في واحد بالنسبه له رمضان اللي هو ابطل اكل وشرب بس بيعمل حاجات تانية عادي يعني. وفي حد لا بالنسبه له رمضان ده هدف كبير كده عاوز يطلع منه تعتق رقبته من النار. فانت بقى حاسبها ازاي؟ واحط لك لينك في الكومنتات في بقى فقه الصيام في ساعه واحده بطريقه سهله جدا وكلام بص بسيط. في ساعه واحده ان شاء الله تعرف كتير قوي عن فقه الصيام وايه الحاجات اللي ممكن تكون هتقابلك في رمضان. الله اعلم يعني، اعرف الحاجه ديت الله اعلم امتى تحتاجها. وبس انا كده خلصت. اعمل بقى شير الفيديو. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الدال على الخير كفاعله، فانت لو حسيت انك استفدت حاجه من الفيديو ده بعمل له شير على حد يستفيد بسببك. ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب. السلام عليكم.